ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب ما كنتش طولت عليكم. النهارده بقى في الحلقه الرابعه من السلسله، وهنتكلم عن حاجه مهمه جدا. عمرك وقفت قدام مرايتك بعد يوم طويل وبصيت لنفسك وسألت هو انا ليه مرهق؟ وليه بحس اني بعمل حاجات مش عايزها؟ وليه دايما بوافق؟ الغريب بقى انك مش مرهق عشان الحياه صعبه، انت مرهق علشان بتقول حاضر في مواقف كان لازم تقول فيها لا. واحنا هنا في انتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. فيلا بينا نخش في الفيديو. في لحظة معينة بتحصل لناس كتير، ناس كتير جدا، بتلاقي نفسك موافق تعمل أي حاجة، وأول ما تمشي من المكان تحس بإحساس الخسارة، كأنك سلمت حتة من مجهودك ووقتك لحد تاني. زي يوسف ده شاب بيذاكر ويشتغل كتير جدا، ومع ذلك كل صحابه عارفين إنه مش بيقول لحد لأ، فبقه دايما بيقول ماشي في كل حاجة، مش عشان هو فاضي، لكن عشان هو مش بيعرف يقول لحد لأ. اللي يشوف قيمتك مش هيتضايق إن ليك وقتك. علم النفس بيقول إحنا ساعات بنخاف نقول لأ بسبب 3 حاجات. أول حاجة الخوف من الزعل، وتاني حاجة الخوف من شكلنا قدام الناس، وتالت حاجة الخوف إن الناس تبعد. بس الحقيقة اللي هيزعل عشان حطيت حدود كان هيزعل برضه حتى من غير حدود. ده السر اللي ما بنقولوش لحد. والجملة الإيجابية الغير مباشرة اللي أنت المفروض تعرفها، اللي بيحترمك بيحترم مساحة قلبك قبل وقتك. وأحكي لك على ميادة دي بنت كانت بتشتغل في شركة كبيرة. كل يوم حد يطلب منها تاسك مش بتاعتها وهي توافق عشان مش عايزة تزعل حد، لحد ما حصلت المفاجأة. يوم التقييم السنوي في الشركة المدير قال لها انت شاطرة بس مش واضحة ومش عارف حدود شغلك فين. اللي كانت بتعمله عشان ترضي الناس اتحسب عليها انها مش واضحة، ومن هنا بدأت تقول لأ وخيمت المفاجأة. الناس احترمتها أكتر مش أقل. فلما تحط حدودك الناس بتشوفك بوضوح. ولازم تبقى عارف انت مش بتقول لأ عشان تجرح، انت بتقول لأ عشان ما تتعلقش في حاجات مش بتاعتك. وانت برضو بتقول لأ علشان وقتك محدود، وعلشان هدفك محتاج تركيز. الناس فاكرة ان الرفض بيبعدهم، لكن الحقيقة هنا ان الرفض بيقربك من الطريق اللي المفروض تمشي فيه. فكل مرة بتقول فيها لأ بتقرب خطوة من نفسك. والسر اللي بجد مش انك تقول لأ، السر انك تعرف امتى تقول ايوه على هدفك وعلى صحتك وعلى وقتك وعلى شغلك وعلى أحلامك ومستقبلك. ولو فضلت تقول أيوة للناس هتضطر تقول لأ لنفسك. فاختياراتك هي اللي بتصنع مستقبلك مش كلام الناس. في أبحاث كتير بتقول إن الشخص اللي بيحط حدود علاقته بتكون أنضج، وشغله بيكون أفضل، وطاقته بتفضل محفوظة. يعني لأ مش بس كلمة، هي طريقة اللي انت تقدر تعيش بيها. اللي يعرف قيمته يعرف حدوده. وفي الآخر لازم تبقى عارف إن في زمن السرعة اللي بيعرف يقول لأ هو اللي بيفضل ثابت، واللي بيحافظ على حدوده هو اللي بيحافظ على مستقبله. وبداية التغيير جملة واحدة بس، أنا حقي أقول لأ، وبس كده. وهنا بنيجي لنهاية الفيديو، وأتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، وإلى اللقاء في الفيديو القادم. ما تنساش بقى تعمل لايك واشتراك في القناة. سلام.